للأرواح نور تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير. شايفين يا جماعة يوم واحد بس تعبته امبارح، يعني شايفين اللي انا فيه. المهم في الاول طبعا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني قد الدنيا. الحمد لله يا رب، الحمد لله النهارده انا احسن كتير. اكيد باين في صوتي او في اختلاف بين امبارح وبين امبارح، ده انسوا خالص. خلونا بقى النهارده كده في يوم جديد كله نشاط ان شاء الله. انا هم امبارح انا طبعا نزلت لكم الفيديو وفعلا كنت نمت، لقيتهم بيقولوا لي بقى احنا نضفنا ووضبنا قلت لهم طب ماشي، طب انتوا تعبتوا نفسكم ليه؟ ما انا هنضف الصبح. قالوا لي لا احنا نضفنا ونضفنا المطبخ يا ماما وعملنا كل حاجه. الماما بقى صحيت الصبح مبسوطه بقى، عملوا لي ونضفوا لي. قمت لقيت الشقه بالمنظر ده. امال لو ما كانوش نضفوا كان ايه اللي حصل؟ كانت الدنيا وصلت لفين يعني؟ الورق اللي مرمي في الطرقه ده، طب هم ما شالوهوش ليه؟ يعني هم كانوا بينضفوا الادراج بتاعهم، قصدهم بقى ان هم نضفوا الادراج بتاعه الكتب بتاعتهم ولا ايه بالظبط؟ طبعا بقى مسكت فتحت شقتي. بصوا الحمد لله يا رب، ولا بعد الصحة في الدنيا طبعا. ربنا يدينا الصحة يا رب ونفضل نعمل على طول. انا بحس ان الدنيا كلها، لا بقوم بقى ببقى عايزة افور الشقة كلها. طبعا أنا اول حاجة فتحت شقتي، وبحب قوي لما اجي اشتغل او اعمل شغل كتير في الشقة اكون شغالة في الشقة وانا مطبخي نضيف. معرفش بصراحة ان انا انضف الشقة قبل ما انضف المطبخ. هو دوت انا لقيت جوزي جايب لي اللي هو السلك اللي هو الليد ده، كان اللي فوق ده اتحرق فهو جابهولي، بس حتى جايبهولي المره دي حلو قوي، اللي هو يعني دبل، اللي هو بدل اللمبه الواحده بتبقى دبل اتنين جنب بعض. بصراحه لقيته احلى. اللي انا حطاه على الورد ده اللي كان موجود فوق اصلا، بس هو كان نصه اتحرق والنص التاني ما كانش اتحرق، فهو ظبطهولي وقصه وعملهولي بالشكل ده. انا سبته زي ما هو عامله، يعني انا ما حطيتوش في مكان تاني. مسكت بقى الرخامه كده لمعتها ونضفتها وظبطتها. والبوتاجاز، هو البوتاجاز الحاجه الوحيده اللي كان نضيف. مسكت بس اديته مسحه سريعه كده، ومسحت برضو الشفاط اللي فوق، ومسحت كمان الحيطه من ورا وكده، عشان مكان التحمير امبارح ولا حاجه لا يجي عليه اي زيوت. عارفه انت ايدك على طول في الحاجه هتلاقي الدنيا نضيفه. شوفوا بقى انا ماسكه الطبق، يعني الاطباق هما دول المفروض الحاجات دي الاطباق بس والكوبايات غسلينها، لكن الحاجات التانية الكتيره دي انا اللي غسلاها قبل ما كنت اخرج امبارح. ما قدرتش عنها. قلت لا لا مش قادره. قلبي ما طوعنيش بصراحه عين الكوبايات والحاجه اللي هم غاسلينها. حبيت اغسلها تاني. يا رب ما يشوفوا الفيديو لحسن ده لو شافوا الفيديو يا جماعه انا يعني ويسالوا عليا. ما رضيتش بصراحه، قلت لا انا هديهم برضو غسله تانية، لان انا يعني عارفين انتوا يعني ايه. هقول لكم، احنا انا واغلبيه الناس، الواحده ما بتحبش حد يعمل لها حاجه، دايما بتحب انها تعمل الحاجه بايدها عشان تبقى متاكده ان الحاجه فعلا نضفت وبقت حلوه. فانا في الغالب بحب انا بصراحه اعمل شغلتي بايدي. او بس بصراحه انا بستخف نفسي عن ولادي، يعني ما بحبش اطلب من حد حاجه. لا انا هقوم انضف واظبط واعمل، ببقى مطمنه اكتر. هم والله بيساعدوني بيعملوا على قد ما اقدر، وبعدين هم كتر خيرهم او ان هم اطفال ان هم حتى فكروا يعملوا حاجه. المهم انا مش عايزه اكسر بخاطرهم، والله هم كتر الف خيرهم، بس برضو وسواس اللي عندنا ما يخلينيش عيني الحاجه دي إلا لما اغسلها تاني. مسكت برضو بقى عدت على الحاجه تاني كده نظافه، وشطفتها، وهمسك بقى الاطباق بتاعتي كلها اغسلها والمواعين بتاعتي اغسلها، بحيث ان انا ابقى رايحه الشقه ومطبخي مطمنه ونضيف وزي الفل. طبعا بقى مسكت الرخامه دي كلها، الحله والحاجات دي غسلتها برضو بسلك كده بميه سخنه عشان تنضف. وكده خلاص انا عندي المطبخ بقى بصراحه فله نضف. مسكت الخشب برضو، لازم الخشب بتاعي ببقى لمعه. طول ما انت ايدك في الحاجه هتفضل عندك على طول نضيفه. برضو مسحت الشباك، وكمان العصفوره نضفت لها القفص بتاعها وحطت لها الاكل بتاعها، وكده تمام المطبخ عندي بقى فله، ما عادش محتاج مني اي حاجه. خلصت المطبخ وقفلت النور. انا كنت صاحيه بدري شويه، يعني انا قلت اما اقوم بدري بحيث ان انا انجز وقت عشان ان انا اخلص شغلي بدري.
دخلت على الاوضه الكبيره، نظفتها وغيرت بقى الملايات. نظفت الاول بقى طبعا الشبابيك. هي الشقه عموما اصلا كانت كويسه، يعني اوض النوم وكده نظيفه، لان انا يعني ما مغيره الحاجات دي كلها قريب، بس انا برضو حبيت اغير الملايه بتاعه الاوضه الكبيره. غيرت بقى الملايه، بحب الملايه دي قوي بصراحه حبيت افرشها. وهنضف بقى بقيه الاوضه وهكنسها وهلمعها، ويبقى كده خلاص كمان الاوضه الكبيره نضفت. عارفه انت لما بتنظمي شغلك او بتحسي ان انت شغلك منظماه، بتلاقي الدنيا عندك في ثانيه خلصانه. انا كان نفسي بقى بصراحه اطلع الالحفه بره في الشمس والبطاطين والمشايات، بس الدنيا بره كانت يعني ما شاء الله بتشتي الحمد لله، يعني الدنيا اخيرا شتت، فكانت الدنيا بره بتشتي، فانا ما عرفتش بصراحه ان انا اطلع الحاجه دي في الشمس خالص. فقلت خلاص مش مشكله، هي اصلا كده كده نظيفه. حتى لو انتوا شايفين ان الاضاءه يعني مفيش شمس، هو الدنيا كانت بره قاعده بتشتي في الوقت ده. انا كنت صاحيه بدري، فهو بصراحه انجزني قوي وخلصت على طول. مسحت بقى كل حاجة، ومسحت الشفونيرة ومسحت كمان الكمبيوتر وكنستها وكده. الأوضة عندي كمان بقت فل. دخلت بقى برضو على اوضه الاطفال نضفتها، بس ما صورتهاش لان بصراحه يعني هو المشكله في اوضه الاطفال بقى ان انا لازم افتح الشباك عشان الاضاءه تبقى كويسه، وانا ما بعرفش افتح الشباك والدنيا بتشتي، بالذات اوضه الاطفال لان عندي الشباك بتاعها بحري. فانا لو فتحت الشباك الشتاء اصلا هيجي عند السرير، ففي الشتاء ما بعرفش افتح الشباك بتاعها بصراحه. خلاص طبعا نضفت بقى اوضه الاطفال كمان. مسكت بقى الطرقه، طبعا كنت نضفت التلاجة ومسحتها، ومسكت بقى برواز المرايه ده مسحته، وكمان مسحت الكولدير. كده انا خلصت الطرقه وخلصت اوض النوم والمطبخ، وكمان كنت ظبطت الغسيل بقى بتاعي علشان شغلت الغسالتين والله. طبعا بقى كانوا بيغيروا بمزاجهم، ولقيت يعني كومة هدوم بقى مع الملايات اللي انا شايلاها، فقلت ايه اشغل بقى الغسالتين. هنا بقى ما تستغربوش والله انا معرفش، حسيت ان انا اتخنقت من النقله دي ليه معرفش يعني، لا حسيت ان انا عايزه ارجع الوضع تاني. فالمهم قمت قايمه، قلت يلا توكلي على الله. على فكره هو بالزق كده مش عشان انا اللي بزق، والله لازم مجريه الفيديو ده هو يعني عماله نقلته، طبعا ببقى بالراحه خالص علشان النيش خايفه الحاجه تقع وكده. فالمهم طبعا بقى رجعت النيش تاني مكانه، ورجعت البار ده بصراحة يعني تهمة لوحده. رجعت الحاجات دي كلها مكانها تاني. بس هقول لكم على حاجة والله العظيم، انا بقيت حاسة ان انا ما نقلت حاجة، او حاسة ان حد بيساعدني. هي بنتي سندت معايا شوية بصراحة عشان اكون صريحة، بس بجد ما حسيتش ان انا يعني ما اتبهدلتش بصراحة. انا لما جيت انقل النقلة الاولانية لا حسيت ان انا اتبهدلت جدا، انما في دي ما اتبهدلتش. عارفه انت بقى اما تقومي بقى تصلي كده وترمي حمولك على الله، بتحسي ان كل حاجه انت بتنجزيها وفي وقت قليل جدا. على قد ما انا نظفت الشقه كلها ومسحت السلم ومسحت الشقه كلها وصبنت ونشرت كل اللي انا عملته ده كله والله العظيم انا مخلصه يمكن اذان الظهر. ما حسيتش باي تعب، سبحان الله بقى، دي حاجه بتاعت ربنا. المهم انا بس عايزه اعرفكم حاجه، ان الحمد لله لما ربنا بيدينا الصحة احنا ما بنتأخرش والله. ف... فدايما ادعي ان ربنا يا رب يدينا الصحة ويعيننا، دي اهم حاجة. طبعا بقى رجعت السفرة خلاص، وحطيت المفرش بتاعها بقى اللي انا كنت حطاه هناك، لا شلته غسلته وحطيت مفرش تاني. وهنا كمان الانتريه خلصته، وفردت بقى السجادة بتاعته وقلت اكنسها. هو انا والله الحمد لله يعني الموضوع كان بسيط، انا بقيت شايله هم الشغل قوي. عشان كده انا خلصت كل حاجه قبل ما انقل. ليه؟ قلت لا انا بعد ما انقل اكيد هكون تعبت وهبطت، فانا هخلص اللي ورايا هناك علشان ان انا ايه لما انقل يبقى انا خلصت. لكن والله الحمد لله الموضوع حسيته ان هو بسيط. طبعا انا بقى ايه كنت خلصت بقى الانتريه، وكانت بنتي بقى صحت، قلت لها قومي يا حبيبتي كده هات لنا بقى سندوتشات كده فول وطعميه نفطر يعني. اظن يعني نستاهل بصراحه، يعني نستاهل بعد البهدله ديت ان احنا كنا نفطر. فالمهم قالت لي ماشي، فطبعا كانت نزلت بقى لبست ونزلت جابت لنا سندوتشات وجت، فهي بقى ايه كانت بتكمل المنطقه دي عماله اجهز بقى سندوتشات واعمل شاي وكده. هنا بقى كان خلاص عندي الانتريه خلاص رجعته مكانه ونضف، وكمان هنا السفرة. هنا بقى كان عندي بقى الغسيل، يعني شايفين الغسالتين كانوا شغالين والله. ما كانش عاد بقى كنت فطرت بصراحة، ما كانش عادة الا الحمام بقى مسكته غسلته من فوق لتحت، ويبقى كده الشقة كلها والله اتنضفت، ما سبتش حاجة فيها. هكمل بقى هغسل بقى الحمام. طبعا الحمام بقى انا جايبه شويه بريل
وجايبه كمان معطر بقى، بس المعطر لما بتغسلي بالحمام بيفضل حمامك ريحته حلوه قوي. يعني انا دايما بحب قوي احط معطر وانا بغسل الحمام، وفي ميه المسح كمان غير الكلور. همسح بقى، هكمل بقى الحمام كله غسيل وهشطفه، ويمسك بقى الشقة كلها مسحتها. يعني انا حبيت امسح برضو الارضيات ده كله، والدنيا بره بتشتي. يعني انا قاعده بنضف والدنيا بره بتشتي، الناس كلها مقفله يا جماعه وقاعدين بقى متدفيين. بنتي بتقول يا ماما انت مش بردانه؟ قلت لها لا انا اشتغلت، فبين اني اشتغلت بقى ومتحمسه للشغل مش حاسه ببرد. خلصت بقى، وطبعا بقى لازم بقى الفينش الاخير بقى اللي هو ايه بقى، اللي هو البخور. لا وجوزي بقى جايب لنا بخور المره دي، بصراحه تحفه. إيه لا جميل قوي، وريحته كمان حلوه جدا. هحط بقى البخور وهبدا بقى ان انا ايه ابخر شقتي كلها، عشان لسه هنشوف هنتغدى ايه. انا والله العظيم انا كنت هطلع فراخ واطبخ لهم وكده، لان هو يعني امبارح طبعا الاكل كان ناشف وكده، وقبلها كمان بيوم ما كنتش اطلع فراخ وكده، فلقيته بيكلمني فقلت له يعني كنت بنقل وكده، قال لي طب خلاص انا ايه هجيب سمك وانا جاي. فقلت له والله العظيم انت كده يعني ريحتني. فالمهم جاب لنا سمك يا دوبك، بس انا عملت السلطه ونضفت الخضار وعملت الرز واتغدينا. وده بقى كان يومنا النهارده. هو يوم بصراحه كان فيه شويه طاقه كده وشويه شغل وشويه نشاط. احنا يا جماعه لما حتى لو الدنيا شتت، حتى لو تعبانين، الحمد لله يا رب، ربنا بيدينا القوه وبيدينا الصحه. طبعا بحبكم جدا، بحبكم في الله. ان شاء الله باذن الله انتظروني في فيديو جديد. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسينيش في الاشتراك واللايك. انا والله بقيت زعلانه قوي، ما كنتش عايزه ان انا انقل لكم امبارح خالص طاقه سلبيه ان انا تعبانه، بس انتوا اخواتي بحبكم في الله. مع السلامه.